السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا لاباس. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب جودة تقوى. جيتكم اليوم بوصفه جديده تاع العوامه. طبعا معايا الفيديو ان شاء الله يعجب. في وعاء نديرو زوز كيسان تاع فرينه، كيلو بنفس الكيله. استعملوا اي كاس. نديرو معاها مغرفه كبيره تاع مايزينا، نشاهو اللي يخلينا العوامه تاعنا مقرمشه، ومغرفه كبيره تاع خبز، ومغرفه خميره الخبز، ومغرفه كبيره تاع سكر، ومغرفه صغيره فاني. ونخلطوا النواشف مع بعضهم. بلا ما ننساو رشا ملح بعد تعدلنا الجو تاع العوامة. ونخلطو. ونديرو كاس وربع تاع ماء بنفس الكيلة اللي كيلتو بها الفرينة. الماء خلوه شوي يكون دافئ شوي فقط. كاس وربع، هذا ربع. ونخلطوهم. تبقاو تخلطو في الفرينة لين تتحصلوا على خليط سائل ويكون أملس، يعني هذيك الحبيبات ما تبقاش. الوصفة هذه وصفة ناجحة، تابعوا خطوة بخطوة تنجحكم بإذن الله، تجيكم مقرمشة ومعسلة. شوفوا طريقة كيف تخلطوا الفرينة، تبقوا تضربوا فيها. شوفوا كيف ما تبقوا تضربوا على الأقل دقيقتين أو 3. ما حبيتش نسرع لكم في الفيديو باش تشوفوا كلش. شوفوا لهنا كيفاش ولنا الخليط تاعنا أملس وراحوا هذوك الحبيبات كامل. حتى انتوما لازم تتحصلوا على هذه النتيجة. وتخليوا العجينة تاعنا ترتاح لمدة 15 دقيقة، ربع ساعة. تغطوها بكيس بلاستيكي وتخلوها ترتاح. وهاي بعد ما ارتاحت لنا العجينة تاعنا وخمرت، دركا واش نديرو؟ نهبطوا لها الخمور هذاك على جناب، نهبطوها ونضربوا العجينة شوية، ونزيدوا نخلوها ترتاح لمدة 15 دقيقة أخرى. لنجاح العوامة لازم تمروا بهذه الخطوات. وهذه العجينة تاعنا بعد ما خليناها خمرت 15 دقيقة أخرى، يعني ربع ساعة أخرى. طبعا تغطوها بكيس بلاستيكي. شوفوا كيف جات خامرة، ما شاء الله.
تزيدوا تهبطوا هذاك الخمور وتبقاو تخلطوا فيها حتى تشوفوها شغل كتلة واحدة تاع عجينة بنفس الطريقة. ولهنا نجيبوا لابوش تاعنا تحطوها بنفس الطريقة ونفرغوا الخليط تاعنا. وفي هذه الأثناء أنا راني خليت الزيت يسخن، تسخنوا زيت وتنقصوا له في الغاز. شوفوا كيف الطريقة أنا درت في الطاوة، أنتم تقدروا ديروا، أنا درت في كاسرونة، أنتم تحبوا ديروا في مقلة، من المستحسن هي ديروا في كاسرونة كما هكا. وأيضا تستعملوا المقص ولا السكينة، أنا يجيني المقص أسهل. بلا ما ننسى خليوا العجينة تاعكم صفرة بس راح تزيدوا تقلوها في المرة الثانية. هنا خليوها صفرة خلاص. تغمسوا المقص في الزيت وتقصوا بنفس الطريقة وتحصلوا على كريات. شوفوا العوامة تاعي كيف خليتها صفرة، لازم تكون صفرة في المرة الأولى. طبعا وتخليوها حتى تبرد لنا العوامة تاعنا خلاه وتزيدوا تقلوها في المرة الثانية. شوفوا كيف صفرتها خليتها صفرة. شوفوا العسل تاعي أنا خدمنا في الدار 2 كيسان سكر مع كاس ماء وتغليوه. 2 كيسان سكر تخليوهم يتقلوا ويتحصلوا على كراميل وزيد تخليه تصبوا فوق الماء ومع القارص. وهاي اللي قم في المرة الثانية تقليوها على نار هادئة حتى تحصلوا على اللون الأحمر، أحمر قليلا. هذا هو السر القرمشة تاع العوامة، هو انكم تقلوها خطرتين، خطرة الأولى تخلوها صفرة وتخلوها تبرد تماما وتقلوها في المرة الثانية ديريكت من الزيت للعسل، ويكون العسل بارد، العوامة سخونة والعسل بارد. هاي بعد ما عسلتها شوفوا لي المنظر النهائي كيفاه جات ما شاء الله. نحكي لكمش على القرمشة، جربوها ما تندموش. بلا ما ننسى خلوا لي جيم واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس وخلوا لي تعليقكم على الفيديو. شوفوا العوامة كيفاش جات، وصفة ناجحة